النهارده في اغلى وافخم فندق هنا في الفيوم. جوه الدفايه دي حمار متعلق مقلوب بتاع الكبار بس روقان خالص. عادي عادي بقى، افتح خبره السنين بقى. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. الفيديو ده هنقيم الفندق الفايف ستارز او 5 نجوم الوحيد اللي موجود في قرية تونس في الفيوم، وهو لازيب ان. احنا لسه واصلين دلوقتي الفيوم وهنقضي هنا يومين. التقييم بتاعنا هيكون معتمد على 5 معايير. اول حاجة وهي السعر، الغرفة وامكانياتها، الاكل، الخدمات اللي بيقدمها الفندق، واخر حاجة وهو موقع الفندق نفسه. خلينا نبدأ بالسعر، وده بيتراوح تقريبا من 11,000 ل 18,000 جنيه في الليلة الواحدة بالفطار بس. وبقول تقريبا عشان السعر بيتغير على حسب انت حاجز امتى، هل هو ويك اند ولا في نص الاسبوع، هل هو في ايام عادية ولا موسم او اعياد وكده. وكل اماكن الاقامة اللي موجودة في الفندق هي عبارة عن سويت او جناح، والرينج بتاع السعر اللي احنا قلناه ده بيغطي امكانيات السويت المختلفة، ولكن احنا من اجل البساطة في الفيديو ده هنقول عليهم اوضه، يعني عشان ما اقعدش اقول سويت جناح اجنحه الكلام ده كله. ايه راي حضرتك في السويت؟ اول ميزه موجوده في الاوض هي المساحه الواسعه جدا. فاول ما بتخش بيبقى في مكان كده للقعده او ليفينج روم، بعد كده في مكان النوم، بعدين في كورنر للشاي والقهوه، اخيرا الحمام. والحمام كان واسع وتقسيمته حلوه جدا. وبما اننا بنتكلم عن الحمام فلازم نبقى عارفين ان كل الاوض الموجوده في لازيب ان فيها جاكوزي خاص بالاوض، وكان في كتب وبعض الالعاب زي الطاوله. من الحاجات اللطيفه اللي جوه السويت ان ممكن تتصل بحد من الريسبشن يجي يولع لك حطب جوه الدفايه دي. قبل ما نخلص كلام عن الاوضه كان في كام حاجه بسيطه كده ما كانتش عاجباني. الاوضه بتاعتنا كانت على البسين وجنب المطعم، والمكانين دول دوشه، وللاسف واضح ان ما كانش فيه عزل الصوت كويس، فكنا بنسمع دوشه الصبح من البسين ودوشه من المطعم طول ما هو شغال. تاني حاجه برضو حاسس ان هي ممكن تتحسن، بما ان في مكان للليفينج روم او للقعده فكان يفضل ان هو يتحط فيه تلفزيون، لان الاوضه ما كانش فيها غير تلفزيون واحد عند اوضه النوم. لو حد عايز ينام والتاني عايز يتفرج على حاجه مثلا كانت هتبقى التقسيمه احسن ونستفاد بيها. وبكده يبقى تقييمي للاوضه هو 8.5 من 10. وخلينا نروح للنقطه الثانيه وهي الاكل. احنا لسه صاحيين، بعدين قلنا بقى ايه نيجي ناخد الفطار هنا كده في الاوبن اير، والفيو قدامنا عظيم، يعني كمية بقى شجر ونخل، وبعد كده البحيرة في الاخر. والفطار مش اوبن بوفيه، هو السيت منيو، فانت عندك 2 منيو تختار منهم. الفطار جه اخيرا واحنا طالبين نوعين فطار، واحد كونتيننتال وواحد اورينتال. والاورينتال فيه بيض مدحرج، جبنه بالطماطم، فطير، عسل اسود، فول، فلافل. الكونتيننتال فيه بقى بيض اومليت، جبن كده مشكله، فيه مربى وزبده. الميزه هنا برضو ان هم بيخبزوا العيش، فكل حاجه بتبقى فريش. انتوا بتعملوا كام رغيف تقريبا في اليوم؟ رغيف 200. اما بالنسبه للغداء والعشاء فعندنا مطعمين. اول مطعم وهو بلو دونكي، وهو ده يعتبر المطعم الاساسي بتاع الاوتيل. فيعني لو بصيتوا كده فوقيه هتلاقوا فيه حمار متعلق مقلوب، هو ده الحمار الازرق. والمطعم التاني وهو اللاجو، وده على بسين وبيبص على البحيره. ولكن للاسف المطعم والبسين دول فتحوا بعد الزياره بتاعتي للاوتيل، فيعني مش هيكون ليها تقييم قوي عليهم لان انا ما شفتهمش. خلينا نتكلم اكتر عن المطعم الاساسي وهو بلو دونكي. دلوقتي جه ميعاد العشاء، فهدخل اوريكم المطعم، لان المطعم عباره عن لوحه فنيه، وده بسبب اللوح والاعمال الفنيه اللي موجوده في كل كورنر هنا في المطعم. ده غير ان في حاجه مميزه جدا هنا في المطعم، وهي ان كل ترابيزه بالاضاءه بتاعتها جايه من بلد مختلفه. فانت قاعد في مطعم يعني اكنك سافرت وعمال تشوف بقى ايه قطع فنيه من كل حته في العالم. احنا في المطعم ده جربنا اطباق واكلات كتير، والصراحه الاكل كان كله طعمه حلو جدا جدا. نجيب كاليماري كده ناخد حته. وكنا شايفين ان في تنوع لطيف موجود في المنيو، بدايه من الاكل المصري زي الملوخيه بالارانب او البط الفيومي، كان في اسماك، كان في مشاوي، كان في ويسترن، كان في اسيوي. ولكن يمكن اعتراضاتي اللي تخص الاكل ليها علاقه بان الفطار بس هو من ضمن السعر. حتى الفطار ده مش اوبن بوفيه، كمان السعر بتاع الغداء والعشاء غالي شويه. يعني لو قلنا الفرد الواحد في وجبه واحده هياكل شوربه وسلطه او مقبلات
وهياكل طبق رئيسي وحلو وبعدين مشروب، فتقريبا بالمستريح هيعدي ال 3000 جنيه. وبكده يبقى تقييمي للاكل هو 7 من 10. خلينا نتكلم عن الاوتيل والخدمات اللي فيه. اول حاجه بتشوفها في اي اوتيل هي الريسبشن، وبالرغم من ان الريسبشن ما كانش واسع ولا كبير ولا فخم، ولكنه عجبني جدا جدا جدا، لانه كان مثال رائع يفهمك هويه وطبيعه المكان اللي انت هتقعد فيه. ولازيب ان بيعرف نفسه كبوتيك اوتيل، وعشان كده تلاقي ان كل اوضه ليها الالوان والتصميم الخاص بتاعها. اهم حاجه هي التجربه المختلفه، فتلاقي مثلا كل الاوض فيها جاكوزي وفيها دفايات حطب. يعني فين اوتيل هتلاقي في الاوضه في دفايه حطب؟ تقعد هنا بقى ايه كده تنجوي الجو كأنك في ايام زمان كده بتاعت الشتاء وبتاع، ايام ما كان فيه دفايات في البيوت. ومثلا الاكل هتلاقيه بيتزرع خضار وفاكهه في المكان نفسه، العيش بيتخبز هناك. ففي الاخر البوتيك اوتيل اهم حاجه التجربه الفريده او المختلفه، وعشان كده الريسبشن كان بالنسبه لي مبهر ومختلف، كله الوان واعمال يدويه بتعبر عن المكان. نيجي بقى لعكس النقطه دي تماما، وهو الانتشار الكبير للرموز الهندوسيه والبوذيه في كل حته في الاوتيل بما فيهم الاوض. يعني انا ممكن اتفهم شويه ان الرموز دي تبقى موجوده في السبا، ولكن ليه في الاوضه؟ ليه في بقيه الهوتيل؟ لان مفروض لازيب ان بيروج لنفسه الاندماج مع قريه تونس والفيوم، وانا الصراحه كنت شايف ان الرموز دي بتضر وبتكسر الاندماج والهويه دي تماما. بما اننا ذكرنا السبا، ففي سبا مجهزه ستيم، ساونا، مساج، ولكن طبعا دي ليها الاسعار الخاصه بيها. وكمان كان في جيم، ولكنه جيم صغير جدا جدا، مجرد مشايتين وشويه دمبلز. واخيرا كان في اوضه للالعاب، كان فيها بلياردو وبيبي فود. من المميزات الكويسه جدا ان في باركينج للعربيات ببلاش، وكمان في 3 حمامات سباحه حاليا هيتد، فينفع استخدامهم على مدار السنه كلها. وكمان متقسمين الكبار فقط او للعائلات، هو ده بتاع الكبار بس. غير كده المكان مليان مساحات خضراء شكلها حلو مريحه للاعصاب. وطبعا المكان كله بيبص على بحيره قارون. من الحاجات الحلوه قوي اللي ممكن تيجي تعملها هنا في الفيوم هو ان انت تيجي تركب فلوكه هنا في بحيره قارون، تستمتع بقى بالهدوء كده. غالبا اصلا مفيش حد في البحيره تاني غيرنا، هوا جميل وروقان خالص، ما بنعملش اي حاجه تانية، قاعدين نستمتع بصوت الميه والجبال من ناحيتنا كده والخضره من الناحيه التانية. عشان نخلص التقييم بتاعنا في الجزئيه دي ففاضل نقطتين. اول نقطه وهي الاستاف او الناس اللي شغالين هناك، وتاني حاجه هي الواي فاي والتغطيه بتاعتها. وعشان انا الصراحه بحس ان النقطتين دول بالذات ممكن يختلفوا من شخص للتاني ومن تجربه للتانيه، قررت ان انا ادرس اكتر من 600 ريفيو موجودين عن لازيب ان على مواقع وابلكيشنز مختلفه. اول حاجه بالنسبه للاستاف او الناس اللي شغالين هناك، فدي كانت اعلى حاجه موجوده في كل الريفيوهات عن لازيب ان، وده انا شفته بنفسي، لان الناس هناك الصراحه ممتازين جدا، بيحبوا يساعدوا، خدومين، فعلا يستاهلوا التقييم العالي ده. عادي عادي بقى، افتح براحتك. تسلم. ولكن بالنسبه بقى للواي فاي فهي كانت على العكس، هي كانت اقل حاجه موجوده في الريفيوهات بتاعت لازيب ان، وده برضو انا شفته بنفسي، لان طول الفتره اللي انا كنت قاعدها هناك تقريبا ما كانش فيه تغطيه على الواي فاي. وبكده يبقى تقييمي للفندق والخدمات بتاعته هو 8 من 10. وبكده وصلنا لاخر نقطه في التقييم، وهي اللوكيشن او موقع الفندق نفسه. اولا الفندق يعتبر قريب جدا، على بعد ساعه ونص لساعتين من القاهره، على حسب طبعا انت بتسوق على سرعه عامله ازاي. وطبعا مشهور عن الفيوم ان هي بتطرح في الشتاء، ولكن انا رايي ان الفندق ممكن يطرح على مدار السنه كلها لو انت حابب تغير جو او تستمتع بالبسين او تفصل عن الزحمه والدوشه. وكمان الفندق موجود في قلب قريه تونس، وحواليه انشطه كتير ممكن تتعمل، وحتى مطاعم مختلفه ممكن تجربها، واماكن كتير ممكن تزورها. بصوا يا جماعه، لو محدش شاف شلالات قبل كده يجي يتفرج على شلالات وادي الريان، منظر جميل وهيتبسط يعني. وبما اننا اتكلمنا على الانشطه، فخليني اقول لكم ان الفندق نفسه ممكن يظبط لكم الحاجات دي، زي السفاري، ركوب الخيل، وتعليم الفخار. ده انت هتشوف بقى ايه يعني خبره السنين بقى. بقالي 18 سنة بعمل فخار. اول حاجه نبل ايدينا، هنتأكد ان هي مسكت على المكنة كويس. وانا بعمل ايه اصلا؟ بعد كده بنحط ايدينا من الجنب، بنفضل نضغط لجوه. اوكي، يبقى احنا كده دلوقتي بنفرغ الهواء من الفخاره نفسها. بعد كده بنحط ايد من الجنب وايد من فوق، ونضغط عليها لتحت تاني. كل ما ايدينا تنشف نحط ايدينا في الميه. انا بعيد نفس الكلام اللي هو بيقوله. واحنا دلوقتي عملنا ايه؟ الطبق ونحط فيه شمعه، صح؟ ده هنا الشمعه. بالظبط. حلو قوي. وبكده يبقى تقييمي للموقع هو 9.5 من 10. والصراحه كنت عايز اديله 10 من 10 في النقطه دي، ولكن يمكن النقطه بتاعت ان المواصلات العامه لحد الفندق مش احسن حاجه او مش اسهل حاجه،
فعشان كده ايه قلت 9.5 من 10. ده كان تقييمي وتجربتنا في لازيب ان، الفندق الاغلى والافخم والفايف ستارز الوحيد اللي موجود في قرية تونس في الفيوم. والصراحة انا شايف ان في المجمل انا اتبسطت جدا والمكان كان حلو جدا. في الاخر بما اني بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات، حاسس ان في حاجة نسيت اقولها. تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتركوا في القناة، شغلوا الجرس. اشوفكم في فيديو جديد وبلد جديدة سلام. ان شاء الله الفترة الجاية يكون في فيديوهات اكتر، لان فعلا الفترة اللي انا انقطعت فيها دي كان في سفريات كتير وكان في تجارب كتير اتصورت ولكن انا ما كنتش بتكلم عنها خالص. فان شاء الله تنزل قريب بشكل مختلف واحسن عن اللي انتوا كنتوا بتشوفوه او اللي انا كنت بعمله زمان. فدعواتكم ان انا استمر بشكل كويس، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديدة. بما انك وصلت لحد الحتة دي، اتمنى يعني ان انت تقولي في الكومنتات عشان ابقى عارف مين وصل للنقطة دي. وشكرا جدا وسلام.